اوكي، خلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في البداية احب اعرفكم عن نفسي. معاكم بسملة محمد، طالبة في كلية العلوم جامعة القاهرة، واللي هتكون معاكم النهاردة بإذن الله عشان اعرفكم على سايت لذيذ جدا وسهل في التعامل وهتستفادوا منه، واتمنى تستفادوا فعلا زي ما انا استفدت من السيرش على السايت ده. في البداية الموقع اللي معانا النهاردة اسمه بيبر بايل. طيب هو عبارة عن ايه؟ من الاسم بتاعه هو فيه كلمة بيبر، فأكيد ليه علاقة بالبي دي اف او السلايدات والمراجع والكتب وهكذا. السايت بتاعنا عبارة عن ان هو مكان لامم مراجع كتيرة جدا لمختلف المواضيع في مختلف العلوم بمختلف اللغات، يعني كامل متكامل هيغنيك عن حاجات كتيرة جدا. السايت بتاعنا تقدر تفتحه من على اللابتوب عادي جدا او من على الموبايل، بس في بوينت معينة هتحتاج على الموبايل تنزل ابلكيشن اسمه بيبر بايل. طيب ليه؟ علشان ده يديك الفرصة انك تدخل على السايت من على الموبايل بكل سهولة، زي كأنك هتدخل عليه من على اللابتوب بسهولة جدا. انا النهاردة معاكم عشان اعرفكم ازاي هندخل عليه من على اللابتوب. اول حاجة هاجي هنا هعمل سيرش على بيبر بايل، هتيجي اللينك الاولاني ده هو اللي هضغط عليه، هيوديني للبيج الاساسية بتاعة السايت. هعمل ساين ان بالجيميل بتاعي عادي جدا علشان يبتدي يجهزني اني ادخل على السايت باكاونت خاص ليا. يعني هاجي هنا، تمام، انا كده خلاص دخلت بالجيميل بتاعي. طيب ليه؟ عشان يجهزني ان يكون ليا اكاونت على السايت ده، اعرف استفاد بالمميزات اللي على السايت، اعرف احفظ الحاجة اللي انا عايزاها على السايت واعرف ارجع لها بكل سهولة وما تتوهش مني، زي ما في حاجات كتيرة اما بنعمل لها سيرش بتتوه منه. السايت هيفيدك لو انت خريج وبتعمل ماجستير او دكتوراه، او لو انت طالب في الجامعة وعندك برزنتيشن في توبيك معين وعايز تجيب للدكتور بتاعك مراجع اساسية تحطها له في البرزنتيشن دي، او لو انت حد بيحب العلوم عامة او البحث وبتحب تجمع معلومات كتيرة جدا، فالسايت هيكون وجهتك. هو بيوفر وقت كتير قوي وبينظم لك الدنيا وبيخليك عارف راسك من رجلك زي ما بنقول. انا مستنيه معاكم يجهزني بس اني ادخل على السايت واعرفكم نستخدمه ازاي. طيب اوكي، هو خلاص كده حمل. هاجي هنا، دي البيج الاساسيه، هعمل انستول فروم ويب ستور. دي خطوه لازم تعملها علشان يتيح لك الفرصه انك تستخدم السايت، ولكن انا ما استفدتش منها قوي. ليه؟ لان انا اعتمدت على السايت في عمليه البحث. طيب هي ايه لازمتها؟ هي كل لازمتها انها بتعمل لي ايقونة السايت على الشريط اللي فوق ده، ولما اجي اختار مرجع معين او اضيفه للحاجات اللي انا عايزاها، لو عملت سيرش على المرجع ده بره السايت تماما، هيكون في علامة السايت اللي هتظهر قدامي دلوقتي وهثبتها فوق جنب المرجع، اللي هو خلي بالك انتي المرجع ده انتي عملتي سيرش من على موقع بيبر بايل وضفتيه للحاجة بتاعتك. طبعا انا من هنا كده انا ثبته. دي الايقونه اللي بتظهر جنب المرجع لو انا عملت له سيرش من مكان تاني وانا اوريدي ضايفاه ضمن الحاجه اللي عندي على السايت هنا. طبعا انا زي ما قلت لكم هو هيوفر عليكم وقت كتير، عندكم جميع اللغات اللي تقدروا تبحثوا عن المرجع بتاعكم من خلالها، وسهل. يعني لو انت زيرو خبرة في اللابتوب او حتى حاجات معينة في الفون، فلا، هو سهل انك تتعامل معاه وهيوفر عليك عملية البحث. طيب انا هنا بس هتأكد ان كل حاجة تمام، هعمل ريفرش للسايت علشان ادخل على الاكونت بتاعي. طيب انا دخلت على السايت، دي البيج بتاعتي، وهنا الادت دي فيها كذا ميزه. في ميزه انك لو عايز تعمل سيرش على الحاجه فانت بتعمل اوريدي سيرش اونلاين هنا، ولكن لو انت عندك بي دي اف ليها علاقه بالتوبيك بتاعك على الجهاز بتاعك عادي، ففي هنا ابلود فول فايلز، دي هتسمح لك انك يعني تجيب الفولدرات دي تحطها على السايت اللي معاك وتحطها في الفولدر بتاعك عادي جدا. انا هعمل هنا تجربة، هعمل سيرش على البيولوجي، طبعا ظهر لي مراجع كتيرة جدا، فانا هختار اللي يعجبني في علامة زائد اللي هنا دي، هعمل لها edit. بمجرد ما اعمل edit هي خلاص بتضاف عندي على الصفحة الاساسية اللي موجودة في الموقع اللي هي اول عامة. طبعا
هو خلاص جابهم وحطهم قدامي. طيب انا عايزه اجمعهم في مكان واحد بحيث ان انا متوهش. هاجي هنا، طبعا كل دي الفولدرات بتاعتي او المراجع بتاعتي، عايزه اجمعهم في فولدر اسمه بيولوجي. هاجي هنا اعمل نيو فولدر، هسميه بيولوجي باسم الحاجه اللي انا بحثت عنها عشان اعرف ارجع لها تاني. فانا هعمل كرييت فولدر، وهنا هعمل سيلكت اول لكل المراجع اللي جاتلي وهحطها في البيولوجي بتاعي. هي خلاص فعلا اتضاف 5 مراجع في فولدر البيولوجي، يعني لو دوست عليه كده هي المراجع موجودة عندي في الفولدر. طبعا في مراجع ليها PDF ومراجع لا، يعني ده ليه PDF، لو ضغطت عليه هيبتدي يعرض لي الPDF بتاع المرجع اللي قدامي ده، اقدر ابص عليه اخد اي معلومة منه واحدد الحاجات اللي انا عايزاها. في مراجع تانية ملهاش PDF، فخلاص هي جابلي المرجع بتاعي وهو خلاص ملوش PDF. طبعا انا لغيت select all، هرجع للبيج الاساسية تاني. ودي معلومة يعني خلي بالكم هنا، انتوا بترجعوا تاني للأول، ما بتفضلوش واقفين على البيولوجي. هعمل سيرش مثلا على حاجة بالعربي زي الثقافة البيئية بما انها مادة عندنا في سنة اولى، لكن هعمل سيرش اونلاين الاول. لازم تعمل سيرش اونلاين عشان يسمح لك انك خلاص تعمل سيرش عليه. انا بعمل سيرش على الثقافة البيئية دلوقتي. طبعا ظهر لي ثقافة كتير بما اني ما كملتش بيئية، فانا هختار الثقافة البيئية اللي انا عايزاها واضيفها عندي على البيج الاساسية او اللي هي السلايد الاساسية بتاعت السايت ذات نفسها. وكده انا عملت اخترت الحاجات اللي انا عايزاها من الثقافة البيئية. طبعا في حاجات ليها PDF زي ما عرفتك، يعني لو ضغطت عليها بمجرد ما اضغط عليها هتظهر لي الPDF بتاع المرجع ده، اقدر ابص عليه اخد اي معلومة منه بكل سهولة عادي جدا. طبعا هو هنا ظهر لي الPDF بتاع المرجع. انا هعمل نيو فولدر وهسميه الثقافة البيئية عشان اجمع كل المراجع اللي انا عملت لها سيرش على الثقافة البيئية واحطها في الفولدر بتاعي، بحيث ان يكون الموضوع منظم وسهل اكتر ان انا اوصل لها عادي جدا. فانا هعمل هنا الفولدر بتاعي اسمه الثقافة البيئية، وهعمل create folder وهختار الحاجة بتاعت، طبعا هو فاضي يعني احنا لو عملنا كده هو فاضي. هرجع لأول تاني، هعمل select للمراجع بتاعت الثقافة البيئية بس، وهرجع احطها في الثقافة البيئية. طبعا هو خلاص ضاف already 4 مراجع، ولو دخلت هلاقي ال4 مراجع موجودين عندي. طبعا انا قلتلك لازم في كل مرة هتعمل سيرش على حاجة انت عايزها ترجع all تاني وتعمل فولدر جديد وتبحث عن الحاجة اللي انت عايزها وتسميها بالاسم اللي انت عايزه. الموضوع منظم جدا هنا، يعني انت شايف ان الموضوع منظم، بيسهل عليك عملية السيرش انك توصل للحاجة اللي انت عايزها بكل سهولة. وخلاص بقى في كل مرة هتيجي هتعمل سيرش اونلاين زي ما عرفتك، او لو انت عندك الفولدرات او الفايلات دي فانت هتاخدها من الجهاز بتاعك وتظهر قدامك على السلايد دي، وتقدر تحطها في فولدر تاني وتالت ورابع وتعمل فولدرات كتيرة جدا. الموضوع هنا منظم بكتير عن اي موقع تاني انت هتعمل سيرش، وهتعرف توصل للحاجة بتاعتك بكل سهولة. انا كنت معاكم النهاردة عشان اعرفكم على السايت ده، واتمنى تستفادوا منه واكون وصلت المعلومة بطريقة سهلة جدا. وشكرا، واتمنى تستفادوا بجد، واستمتعت معاكم النهارده بشرح السايت ده جدا.